اعتقال الملقب بمولينيكس من داخل مطار المنارة بمدينة مراكش على خلفية الشكايات اللي كانت وضعتها هذه شحال هذه منظمات حقوقية بسبب سب الشتم، كذلك نشر التفاهة، كذلك التحريض على المثلية وما إلى ذلك، مجموعة من التهم يعني الموجهة لهذا مولينيكس المعروف في السوشيال ميديا. كذلك إخواني أخواتي معلومات تفيد بأنه إحساس والزوجة ديالو دنيا اللي توصلوا فعليا بورقة استدعاء من طرف الضابطة القضائية بمدينة فاس على خلفية واحد الفيديو اللي كانوا منتشروه. فأكيد أن الآن القضاء يعني كيدير واحد الحملة ديال تطهير لكل يوتيوبر، لكل تيك توكر كيحاول أنه يقوم بنشر التفاهة. سنة 2024 قبل ما تنتهي إخواني أخواتي غيكون الاعتقالات بالجملة. هذه رسالة لكل يعني بعض القنوات اللي كينشروا التفاهة، هاد القنوات اللي هما معروفة بتعداد الأصابع، هاد القنوات اللي الأكيد راه كيعيشوا أيامهم الأخيرة. راكم عارفين إخواني أخواتي واحد القناة اللي سبات الدين الإسلامي، أهانت الإسلام. فبعد ما عشنا يعني هاد الأسبوع اعتقالات بالجملة، بداية بولد الشنوية، بداية بنت عباس وهيام والزوج ديالها، وكذلك بعض اليوتيوبر اللي هما يعني يلاه بانوا في المواقع التواصل الاجتماعي حتى هما تم الاعتقال ديالهم بسبب الخلافات الزوجية بيناتهم. أكيد الآن على حسب بعض المعلومات كيقولوا بأن هذا إحساس والزوجة ديال الدنيا فعلا توصلوا بواحد ورقة استدعاء من الضابط القضائي بفاس على أساس يعني واحد الشكاية اللي توقعت ضدهم من طرف جمعية حقوقية تدافع عن حقوق المواطن. أكيد الآن كنعيشوا واحد الفترة اللي ربما إخواني أخواتي فترة تطهيرية، وهذه الفترة اللي ربما غنعرفوا بعض المعطيات، بعض المستجدات، واللي كتأكد فعلا أن هاد المؤثرين اللي كيعتبروا راسهم مؤثرين وكيديروا راسهم أنهم كيعطيو النصيحة وكيديروا وهما في نفس الوقت كيديروا غير التمثيلية باش يخلقوا البوز وكذلك باش يرفعوا المشاهدة. فالأكيد أن المدير العام للأمن الوطني السلطات العليا على رأس المدير العام السي الحموشي اللي عطى تعليماته من أجل غلق الحدود جوا بحرا في وجه كل هاد المؤثرين اللي كانوا خلقوا البلبلة في مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا جا الدور ديال مولينيكس اللي كان جا المغرب على أساس أنه يدوز واحد الفترة سياحية، لكن مع موجة الاعتقالات اللي شفناها مؤخرا والحكم يعني اللي تصدر في حق هاد الشنوية واللي فعلا كما شفتوا اثارت يعني هذه القضيه قضيه راي عام وطني كامل، وعرفوا حقيقه هذه الشنويه بعد ما تسربات معلومات خطيره جدا بما فيها تجاره البشر. المحتوى اللي كان كيخرج فيه راكم عارفين اخوان اخواتي معاطيه مع النساء. كذلك هذا مولينيكس اللي فعلا اللي هو خبير في هذه المعاطيه مع النساء. اليوم كان هذا الاعتقال من داخل المطار المناره بمدينه مراكش. بعض المعلومات كتقول ان هذا مولينيكس كان كيحاول انه يخرج متخفي لانه عرف القضيه صافي راه حامضه، ما عرفش كيفاش، ما عرفش باش تبلى، عرف بانه صافي النهايه ديالو هي هذه يومين قبل ما بقاش كيخرج يعني في اللايفات، لانه عرف بان الاسم ديالو لانه مطلوب لدى السلطات الامنيه المدينه بالمغرب على خلفيه شكايات عديده اللي توضعت ضده. هذه مده بعيده، لكن هاد الشكايات اللي مؤخرا تم التفعيل ديالها، وهنا فين تعطات الاوامر بالاعتقال ديالو والاسم ديالو اللي كان مدون يعني في المطار، يعني في جميع المطارات المغرب. غير في اللحظه مني تم تدوين الاسم ديالو بان على اساس انه مطلوب لدى السلطات الامنيه، والان راه رهن الاحتقال يعني وتحت الحراسه النظريه.
معلومات اخرى اخوان اخواتي كتفيد، يعني ما يروج في الاوساط، يعني بعض ساكنه مدينه فاس، ان هاد احساس وكذلك هاد دنيا الزوجه ديالو حتى هما توصلوا ب يعني ورقه استدعاء من طرف يعني الضابط القضائي بمدينه فاس، على اساس انهم يجيو يحضروا يعني للتحقيق بخصوص واحد الشكايات توضعت ضدهم. اكيد هذه المعلومات كلها راه مازال لائحه طويله جدا، راه كاينه يسرى ستيل، كاينه مناعمه، كاينه بزاف الاسماء اللي كيحاولوا انهم يديروا نفس المحتوى اللي كيدير ولد الشينويه. راه كاين شي عائلات اخوان اخواتي للاسف ولا حول ولا قوه الا بالله كيديروا شي محتويات وكيكون يعني متفق عليه، ولدرجه انهم كيحاولوا انهم يقسموا ديك الارباح بيناتهم، وهذا الشيء اللي هو خطير وخطير جدا. فاحنا امام هذه الاوضاع وهذه التطورات اللي خطيره لازم اننا نقف ندا يعني ضد هاد الناس وهاد القنوات اللي صراحه اللي خربات البيوت. راه كاين العديد من البيوت اللي صراحه يعني راه اش غنقول لكم اخواني اخواتي، راه كاين اللي كيعيش حاله نفسيه صعيبه بسبب ذلك الكلام لا اخلاقي، كاين اللي لدرجه انه كيوقع الطلاق مع الزوجه ديالو بسبب هاد الخرجات، خصوصا هاد الخرجات ديال ولد الشينويه يعني، وعدد كثير من العائلات اللي مازال مأثرين بسبب هاد الافعال اللي كيقوموا بها. اكيد حنا ضد هاد الافعال، وصراحه مره اخرى كنحييو القضاء المغربي يعني العمل ديالو الجبار، وان هاد القضيه ديال الاعتقالات اللي غطى العديد من القنوات، وهذه بدايه نهايه يعني غلق هاد المحتوى او هاد القنوات اللي كدير نفس المحتوى التافه واللي كينشطوا فيه الافعال اللا اخلاقيه واللي كتاثر على الحياه النفسيه والاسريه ديال المجتمع المغربي. ففي هذا الاسبوع ان شاء الله بحول الله غنشوفوا مفاجات اللي هي كثيره وخطيره بخصوص هاد المؤثرين اللي دائما كيخرجوا بهذا المحتوى، وهنا في كيتبين فعلا بدايه نهايه هاد المؤثرين اللي صراحه اثروا على العائلات، اثروا على الاطفال، اثروا على الازواج. وهنا فين كنشوفوا الدور ديال القضاء اللي كان لازم اخواني اخواتي انه يقوم بهذا الدور. هذه يعني قبل سنوات، يعني هذه قبل سنوات كان لازم انه يعني يمنع يعني مثل هاد المؤثرين بهذه الخرجات. فاخواني اخواتي باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، فما تنسوناش باللايكات ديالكم، كذلك البارطاج. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.